وكمان ابعاد الطوب تكون مقاساتهم مظبوطه وقد بعض بالظبط. اتاكدنا خلاص ان الطوب بتاعنا مظبوط ونضيف واقدر ان انا اشتغل بيه كويس جدا. المشكله الثانيه اللي بتقابلني لما بكون في موقع وشغال وفيه كميه طوب كتيره جدا انا مشونها، فما اقدرش ان انا احسبها او اعدها كويس. كل اللي عليا عشان خاطر اعد الطوب ده واستلمه مظبوط في وقت قصير ان انا اعمل حاجه مهمه جدا، وهو ان انا اخلي العمال اللي بيشونوا الطوب بتاعي ان هم يرصوه رصه منتظمه، واخد ابعاد الرصه دي نفسها اللي هي طول في عرض في ارتفاع واقسمها على 5 في 5 في 10، وبسهوله جدا هيطلع لي العدد اللي موجود قدامي في الرصه في الموقع. طبعا بيكون في نسبه خطا، فلو النسبه دي قليله سواء 100 طوبه تحت او 100 طوبه فوق مش مشكله، استلم عادي وانت مطمن. والحل الثاني انك تعد الصفوف اللي موجوده كلها في قلب الرصه وتشوف كل رصه فيها كام طوبه، وبعد كده تضربهم في عدد الصفوف الموجوده كلها. الطريقه دي تكون ادق واحسن. وخلي بالك ساعات المصنع اللي بيشون لك او العمال بيرصوا الطوب نفسه بطريقه غير منتظمه، وده عشان خاطر يشتتك ويخليك ما تعرفش تحسبهم كويس وبالتالي يضحك عليك. دي نقطه مهمه جدا وتخلي اللي قدامك صعب انه يضحك عليك عشان خاطر انت فاهم ازاي تستلم حاجتك في الموقع بالطريقه المظبوطه. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.